لأي كان أن يدعي أن هنالك تاريخ يفصل بأي شكل من الأشكال بين المغرب وصحرائه. فهنالك ارتباط ديني عبر البيعة، وارتباط إنساني عبر الروابط العائلية، وارتباط جهادي عبر المقاومة والمشاركة في القضايا الوطنية الكبرى، وطبعا ارتباط اقتصادي وتجاري وإنساني واسع النطاق. ولهذه الأسباب يعتبر نزاع الصحراء نزاعا بني على مبررات باطلة، وجملة القول إنه نزاع بني أساسا على مخلفات الحرب الباردة وعلى مطالب أخرى غير معلنة لا تمت من قريب ولا من بعيد الصحراويين، ومع الأسف الشديد أصبحت المنطقة كلها ضحية لها. فنظرا لعمق تلك الروابط التي كانت وما زالت وستظل تربط بين الصحراويين وملك المغرب، وتجذرها المتين وتشبثها بالعروة الوثقى التي لا تنفصل ولا يمكن لأي محاولة كانت وكيفما كانت المدة التي تطول فيها أن تنال من هذه الوحدة، ولا من رابطة البيعة التي هي في أعناق كل الصحراويين. هذه البيعة التي تم تأكيدها لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فور اعتلائه عرش أسلافه الميامين من طرف كافة الصحراويين. نقول للجماعة التي تقود جبهة البوليساريو بأنه لا فائدة من وراء الشعارات ولا طائلة من وراء التشبث بالمستحيل، ولا نتيجة من العناد الغير المعقول. كيف والتاريخ القريب المتعلق بهذا النزاع كفيل بإعطائنا دروسا عن ما يجب استخلاصه. ومن الضرورة الملحة التفكير جليا في تقرير أسلوب هذه الجماعة التي تراهن على السراب وتحلم بأمر لن يتحقق أبدا إن شاء الله. لقد حان الوقت أن تعيد جبهة البوليساريو حساباتها وترتب أوراقها وتعلم كما أنها تعلم فعلا كمنظمة وكأشخاص بأن الاستفتاء الباطل المبني على تحديد الهوية المزورة لن يتحقق أبدا، وبأن الانفصال الصحراء عن المغرب لن يتحقق كذلك أبدا، وأن إطالة هذا النزاع لا فائدة من ورائها. العالم الذي أصبح مدركا أن تعقيدات الملف هي بثقل تجاذبات المصالح الدولية